طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرسالة دي للمواطن القرر إنه يساعد قوات التمرد في حربها ضد الجيش السوداني وضد المواطن السوداني. المواطن اللي باع ضميره وباع وطنيته وباع انتمائه للسودان بثمن بخس بغية نصرة التمرد. التمرد الأصل بأي حال من الأحوال ما حينتصر على القوات المسلحة. أنا أحب نقول إنه مساعدتك للعدو هي قانونا غير مشروعة. أنت بتنزل في خانة العدو، لأنه في مواد في القانون الجنائي، في مواد في القانون العسكري بتجرم الأفعال اللي هي إفشاء الأسرار العسكرية، بالإبلاغ عن العسكريين في الأحياء، بالإبلاغ عن تجمعات العسكريين، بالإبلاغ عن تجمعات وطن نظامية عموما، بطبعك تحت طائرة القانون. عندنا مادة كذلك في القوات المسلحة هي المادة 146 اللي هي مساعدة العدو، ومساعدة العدو دي خش فيها أي حاجة أنت بتقدمها للعدو المساعدة، إذا كان معلومة، إذا كان وصف، إذا كان إرشاد لمواقع، لأفراد، لعسكريين، لأي شيء. فيا مواطن اللي بيساعد في العدو، الحرب دي حتنتهي وحتترصد وحتكون مرصود حتى من أوساط الناس اللي أنت عايز وساكن معهم، الناس اللي وصفت للمتمردين بيوتهم ووصفت لهم ممتلكات ومساعدتها في نهبها وفي سرقها وفي سرقتها وفي انتهاك عروض الناس وبيوت الناس. انت حتتقدم للمحاكمه العادله قدام القضاء السوداني وقدام محكمه الشعب السوداني وقدام محكمه الضمير. فباذن الله تعالى كل زور طالع في هذه المسائل، اذا كان مساعده العدو ولا افشاء اسرار عسكريه للعدو، ان شاء الله باذن الله حتتم محاكمته بعد ان ينجلي الموقف الماسي. ونبشر الشعب السوداني، اصبروا، ما فضل الكثير، انتم صبرتوا الكثير وما فضل الكثير. ان شاء الله باذن الله منصورين ومنتصرين، وترجعوا لبيوتكم وترجعوا لممتلكاتكم، وان شاء الله نحتفل كلنا بالنصر الموزع باذن الله. الله اكبر، والعزه للسودان ولقواتنا المسلحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.